مسلسل انا وماما تأليف واخراج مايكل بيوح، وقلت انا ونشرة مصطفى واسامه عباس ونعيش الباجي مجموعه كبيره من الفنانين. المسلسل يعتبر حلقات قصيره، ما هي سيتكوم لكن هي حلقات قصيره بتقدم الكوميديا العائليه، المشاكل العائليه اللي بتحصل ما بين الاباء والابناء. هل الاباء هم اللي بيربوا اولادهم ولا الاولاد هم اللي بيربوا ابائهم؟ ده اللي احنا بنشوفه من خلال الاحداث اللي بتمر انا وبابا وماما. عندنا كل حلقه تقريبا فيها مشكله بنتناولها، مشاكل دايما ما بين الاباء وما بين اولادهم، المشاكل كلنا في اسرنا بنمر بيها، مشاكل مع اولادنا لفرق التكنولوجيا اللي موجود ودخول الكمبيوتر، عالم الكمبيوتر. ليه يا جماعه من اصدقائي مثلا ما لهمش علاقه خالص بالكمبيوتر برغم ان اولادهم خلاص ابتدوا يوصلوا للجامعه، لكن النهارده بيشوفوا اولادهم هم قاعدين على البتاع المربع ده اللي مش عارفين غير اسم الكمبيوتر يعملوا ايه؟ يشتركوا في ايه؟ هل هم مشتركين في حاجات ممكن حد يستقطب لاي اهداف سياسيه؟ هل اي حد ممكن يستقطب نتيجه ان هم بيستخدموا حاجه على ما بيعملوا لهمش كنترول عليها؟ هل مطلوب من الاهالي انهم يعملوا كنترول للشباب اولادهم ولا مجرد التربيه بشكل محترم يخلي اولادهم يحترموا تربيتهم وما يبقوش يعملوا حاجه مخله تضايق شبابهم؟ دي كلها مواضيع بجد احنا بنمر بيها كاسر، وبالتالي لما بنتقدم انا وبابا وماما اعتقد ان شاء الله انها توصل للناس. طب حضرتك ازاي قدرت توفق ما بين المسلسل وما بين المسرحيه؟ دي اسمها التوفيق وقت، يعني انت النهارده انت بتصور معايا وبعد ما تخلص تصوير مع اشرف عندك تصوير استوديو مصر مع مش عارف مين، وبعدين لما تخلص هتقابل صحابك بالليل على القهوه، وبعدين الصبح هتروح مش عارف ايه. هي مساله بيسموها الجماعه الخواجات ايه؟ انا عايز اشكر كل الناس الموجودين، عايز اشكر كل الناس الموجودين اللي بجد يعني كلهم ناس محترمه، الناس اللي جايين المشوار ده وفي يوم صعب زي النهارده في وسط الميه الغريبه اللي قعدنا نمشي فيها 3-4 ساعات، ان انتوا كلكم تبقوا موجودين وتحضروا معانا الافتتاح النهارده. انا بشكركم كلكم.